السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، موضوع جديد، خبر مهم جدا 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 وقرار للتاريخ. عظمة المغرب في استقبال الضيف، بهارة ومتعة وقوة وحكمة وحنكة واحترام واحتراف المغاربة. المغربي العظيم ذو الشمل العريق، المغربي العظيم ذو العادات والتقاليد التي تجبر الجميع أن يركعوا لها احتراما. المغرب تستضيف وتستقبل اتحاد العاصمة الجزائري بشكل يليق بقيمة وعظمة السلطان سمو الملك محمد السادس. المغرب استضافت النهاردة في شكل ولا أروع، انت شايف كل حاجة وتقدر تحكم، بفنادق ولا أروع، بنزلاء ولا أروع، بطريقة ولا أروع، بعادات ولا أروع. المغرب تقول للجميع أنا سأستقبلكم باحترامي، بعاداتي، بتقاليدي. النهارده يا صديقي العزيز، بعد وصول البعثة الجزائرية التابعة لاتحاد العاصمة اللي جاية تركبك مشكلة، هو جاي بيشوف أي حجة ليك عشان خاطر لما ينسحب يلاقي حجة يقولها. هو بيدور على أي تفصيلة بعد ما الاتحاد الأفريقي أقر ووافق وسمح وإدى الصلاحية إن ما يحدث ليس ممنوعا، وإن عادي جدا تلبس تيشيرت عليه الخريطة بتاعتك وعليه عاداتك وتقاليدك، فيش أدنى مشكلة. لذلك هو جاي يتحجج. المشكلة إن المغاربة مش سايبين له أي حجة يقولها. النهاردة فوزي لقجع أمر إنه يتم استقبالهم بأجمل الطرق. النهاردة فوزي لقجع طلب إن يتم الاحتواء بهم والاحتفاء بهم بأجمل الطرق. والنهاردة سمو الملك قال الجزائريين أشقائكم، ملكوش دعوة بالمتخلفين، ما تبقوش انتوا وحشين زيهم، خليكوا انتوا أحسن منهم. كم أنت عظيم يا مغرب، كم أنت عظيم بعاداتك، بتقاليدك، بجمهورك، بشعبك، بملكك، بفوزي لقجع، بكل مسؤول محترم موجود بداخلك. كم أنت عظيم يا مغرب، وسام شرف حقا تحاط وتحاط بالجميع. مش هطول عليك الفيديو صديقي العزيز، ده كان فيديو سريع بنتناول فيه مع بعض الاستقبال العظيم، ويا ريت ما تنساش تضرب اللايك، تشترك معنا في القناة، تشاركنا برأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.